السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصلوا دائما معكم الكيفيات، وبالنسبة لنهار اليوم عنا نبداو بالكيفية الأولى. الكيفية الأولى هي البريوات. البريوات هذه نعملوها في بدل البوراك نقدموها. سيت اون غوسيت تما نقدموها في رحبة البوراك، نقولوا بسطيلة انديفيدوال. بون نبدا في مقادير لتحضير هذا البريوات. إذا تاخذي طرف من الدجاج اللي عندك، عندك الابيض خذي، عندك لي كويس خذي طرف تاع دجاج، طرف كبير ولا زوج صغار. نحطوا لها بصله مقطعه رقيق، بصله مقطعه هكذا اشي. نحطوا لها شويه تاع المعدنوس، هذه الكميه مغرف تاع ماكله تاع معدنوس. نحطوا تقريبا زوج حبات 3 حبات نتاع بيض حسب المرقه اللي تكون عندنا. نحطوا لها شويه نتاع زبده، ونخلطوا مع الزبده الزيت، زبده وزيت، ماشي السمن، الزبده والزيت. نحطوا ملح، قرفه، كولورون اليمونتير ولا الزعفران اللي عندك يستحسن، فلفل كحل ماشي بزاف، نحطوش بزاف، شويه تاع كميشه تاع اللوز محمصه ومرحيه خشين هكذا، شويه تاع لوز محمص ومرحي هكذا خشين، دي زامون ديفيلي للتزيين، والعسل باش نعسلوها، ناخذوا العسل. اذا العسل ونواسوه في لي زاموند افيلي. الان نبدا، طبعا ما ننساوش الديول، راني مغطيتهم باش ما يشفوليش. اذا والديول نبدا مباشره في طريقه التحضير. اذا ناخذ الكوكوت، هنا المرق بارد في بارد. ناخذ الدجاج بعد اللي يكون غسلته مليح وحكيه مليح بشويه تاع الثوم باش كامل هذيك البنه، الرائحه نتاع الدجاج عندها رائحه شويه قويه تروح. نغسليه مليح، تحطي طرف ولا زوج حسب الكميه اللي راكي حابه تعمليها. تحطي عليها بصل، نحطوا المعدنوس من بعد، ما نديروش توتسويت. نحطوا واحد 3 مغارف تاع زبده، ها هي وينه، ونزيد شويه تاع زيت. نزيد الزيت، ناخذ ندير واحد 2 مغارف ولا اكثر، ده 2. إذا حطيت البصل، حطيت ليدام الدجاج، والآن نعمل التوابل اللي هي نعملوا دابور الملح، شوية ملح، ما نديروش البرقة بزاف، إذا ما تكتريش بزاف الملح. نحطوا الملح هاهي، نحطوا شوية تاع القرفة، نحطوا زعفران أو كولورون أليمونتير، هاهو شوية تاع فلفل مش بزاف، فقط شويه هكذا، ما تبغيش الفلفل بزاف، شويه هكذا فقط. اذا نخلط كلش مع بعض هكذا، وندوزنها بارد في بارد. نخلطها ومن بعد نفرغ الماء ومش بزاف، نحط شويه فقط تاع الماء، المرقه ما نحتاجش بزاف. فوالا نغطيها، نحطها فوق النار ونخليها طيب. فوالا ها هي نغطيها ونخليها. في هذاك الوقت واش نعمل؟ اذا انتبهي مليح، بيد ما المرقه تاعي راهي طيب، ما ننساش باش شويه ونرمي لها المعدنوس، ما نرموش في الديبي،
نخلوها تتغلي شويه باش نعملوا لها المعدنوس. الان واش ندير؟ نخلي الدجاج يطيب في وسط هذيك المرقه. كي الدجاج يطيب ما يطلبش وقت كبير، واحد ربع ساعه، والمرقه كذلك تتجمر، لازم المرقه تكون مجمره. هذاك الوقت نصفي المرقه ونحي ذاك الدجاج. واش ندير؟ نقطعه. ها هنا جليميات، نقطع الدجاج هاك شوفي، نقطعه نصفيه نخليه يبرد ونقطعه قطع هكذا كيما راكي تشاهدي على الشاشه. نحطها بجهه والمرقه نصفيها. نمشي هنا نرمي المعدنوس، ما ننساش المعدنوس. فوالا هكذا. دونك نخليه راه يطيب. قلت من بعد نحي الدجاج جميات، نقطع قطع صغيره كيما راكي تشوفي هنا، والمرقه نصفيها وناخذ البيض 2 حبات او 3 حسب الكميه تاع المرقه. لازم نحصلوا على اون اومليت، مي اون اومليت غلويونت، معناها ماشي قاصحه بزاف. دوك نوري لكم كيفاش لازم تكون. ضربي ترجعي لا كوكوط بعد اللي صفيتي المرقه، نحيتي الدجاج قطعتيه، تصفي المرقه ترجعيها فوق النار، فوق النار تنقصي للنار، ضربي البيض وبواسطه مغرفه وتخلطي هاك تتحصلي على اون اومليت غلويونت، معناها ما تكونش يابسه بزاف، تكون غلويونت. دوك نوريها لك بالمغرفه. شوفي شوفي ها هي هكذا هكذا. عاد هذه راهي طابت، لازم تنحيها شويه قبل ما هذه. شوفي كيفاش تفرغي البيض هذا، تضربي البيض وراكي فوق النار. نعاود، رجعتي المرقه فوق النار، تخلي المرقه تغلي، تنقصي للنار ويد هكذا، وراكي تفرغي في البيض وراكي تخلطي فوق النار حتى تحصلي على اون اومليت غلويونت هكذا هكذا. على هذا عاد اقل من هاك، لازم تجي شويه جاريه على هاك، شويه جاريه على اللي راكي تشوفي فيها. انا هنا جازتني شويه. فوالا هكذا. هذاك الوقت نبداو نعملو في البريوات. كيفاش نعملو؟ ناخذ اولا حبه تاع البيض نضربها باش نلصق هكذا، نضربها هكذا، نحطها بجيه هكذا. فوالا نحط لوحه، نوجد لوحه. ها هي لوحتي طبيسي باش نحط. هادو ما نحتاجهمش، نخرهم منا هكذا. هذا اللي نحتاجهم، نحتاج فقط هادو. وناخذ اون تيغين نحط فيها هذاك اللي شفناه، الدجاج اللي كنت قطعته، نحط عليه البيض مع المرقه اللي كنت وجدتهم. كنت درت البيض في المرقه وخلطتها. هي نحطها هنا، نخلط. نخلط ها هي. دوك نوريها لكم. نخلط مليح. شوفوا ها هي وينه. حطيت داك الدجاج اللي طاب، المرقه صفيتها رجعتها فوق النار، ضربت البيض وقعدت نخلط، نقص للنار وتقعدي تخلطي حتى تحصلي على اون اومليت غلويونت. نخلطها دروك مع الدجاج. ها بهذه اللي غادي نحشي بها. ونحضر اللوز مرحي خشين ومحمص. هذا من بعد هو الحسل من بعد نديره. والان نبدا نخدم. ناخذ حبيبه نتاع ها هي، نعاود ندخل الاخرين هنا باش ما ينشفوليش. نعمل هكذا صامسات دي تريونغل، نحلها هكذا. انا نواسي هاد البلاصه راهي شويه مواسيه، دونك نواسي هكذا نواسي هكذا، نحط يدي هكا. شوفوا هكذا. وناخذ كميه، ها هي
نحطها هنا كيما نعملوا البوراك على شكل صمصه، ونحط شويه نتاع اللوز كما قلت لكم محمص وهكذا، ونلوي نروح هنا، ومن بعد نجي هنا، ومن بعد نولي هنا، وهنا بالبانسو هكذا نواسي هنا. سي اون جور دو كول هكذا هكذا. معليش نحطها هنا دونك، وندخل هذه هنا. شوف ندخلها مليح باش ما تنحلش. على كل حال نطيبوهم في الكوشه، هذا يطيبوه في الكوشه ما ينقلوش. نعاود نزيدو الثانيه، نزيدو دي هنا، نزيدو وحده بيد ما هنا. ما ننساش راني حطيتها بصح انا كنت مجهزه شويه باش نربحوا الوقت. اذا ناخذ الورقه، ها هي انا نحط يدي هكذا، جبلي كمسا هكذا، نحط كميه، ها هي نحطها هنا، واسي نسوي مليح، نعمل شويه نتاع اللوز هكا، نحط كميشه شويه صوص شويه هكذا، ونوسي هكذا. ونزير باش ما يخرجليش. فوالا، ونوسي هكذا، ونوسي هكذا، وندخل الملح هكذا، ونحطها هنايا. نزيدو الثالثه والاخيره، ها هي مقطعه شويه، ناخذو وحده اخرى. فوالا، ناخذ هذه نعمل هكذا هكذا، نحط شويه نحطو هنا، نعمل شويه نتاع اللوز من الفوق هكذا، يعطيها طعم مليح، ونلوي كيما عملنا الاولين. فوالا هكذا نولي هنا وهنا بواسطة البانسو. فوالا، وندخلها هنايا باش ما تنحلش. وهنا اسمعي مليح الاخت، هي في الاصل نتاعها نعملوها في الكوشه كيما راهم هكذا حتى يحمروا. بعد لي يحمروا ناخذوا العسل، كنت شرط لكم عليه، تعسلوهم بالعسل كيما راني نوري لكم، ومن بعد تحطوا تحمصوه هذا، ما تخلوش هكذا. كي تعسلوهم تحلوهم يقطروا، ومن بعد تحطوا عليهم شويه نتاع لي زاموند افيلي وتقدموهم هكذا. اما بالنسبه للاخوات اللي ما يحبوش يديروا لها الحسل، يحبوا يخلوها هكذاك مالحه، ما يديروش الحسل من فوق. الحسل ماشي حاجه، فقط شويه تما ما تجيكمش كاع. اما لا، واش ديروا قبل ما ديروهم في الكوشه؟ عملوا لهم صفار البيض، حبه تاع البيض ضربوها، حطوا صفار البيض ودردروا عليه شويه نتاع لي زامون ديفيلي، وحطوهم في الكوشه يطيبوا وما تعسلوهمش. اذا عندك الاختيار، تعسليهم. اذا تعسليهم ما تعملي والو، تحطيهم هكذا في الصحن تاع الكوشه وتحطيهم يطيبوا في الكوشه، ما ينقلوش، هادو ينطبوا احسن في الكوشه. ولا ما حبيتيش تعسليهم، اعملي لهم البيض وعملي من الفوق شويه نتاع لي زامون ديفيلي وطيبيهم. الان نروحوا فصل ونرجعوا باش نشوفوا الكيفيه الثانيه. والان اخواتي راكم تشاهدوا الكيفيات الثلاثه اللي كنا حضرناهم مع بعض. الكيفيه الاولى هي عباره على البريوات اللي راكي تشوفي فيهم. الكيفيه الثانيه كانت طاجين جزائري اصيل وقديم من الوسط اللي هي البرانيه. والكيفيه الثالثه ستمتي ديسير خفيف لاموس او كراميل. نقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، ونتلاقاو في الحصه القادمه باذن الله.